ازاي تستمتع بالعيد من غير ما تخرب الدايت؟ في الاول كل سنه وانتم طيبين، العيد جه مع الكحك والبسكويت والبيتي فور، بس المشكله ان الحاجات دي كلها مليانه سكر وسعرات حراريه. فالسؤال هنا، هل لازم نحرم نفسنا عشان نحافظ على الدايت، ولا في طريقه نستمتع بالاكل من غير ما نبوظ الدنيا؟ خليني اقول لك على شويه نصايح هتخليك تستمتع بالعيد من غير ما تأنب ضميرك، وهتخرج من العيد من غير ما وزنك يزيد ان شاء الله، وهتقدر تاكل كحك وبسكوت ان شاء الله من غير ما تزيد في الوزن. العيد مناسبه بتيجي كل سنه، وما تحطش على نفسك لود وستريس انك لازم تطلع من العيد خاسس. كل وعيش حياتك، بس اتبع زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب هتعمل ايه بقى؟ هنزود في النوعيه مش الكميه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تحرمش نفسك بس ما تكترش في الكميه. كل كحك، كل بسكوت، كل بيتي فور، كل اللي انت عايزه، بس الكميه تكون قليله. يعني في جماعه بيجوا على الغدا بياكلوا فسيخ او رنجه، ما يكونش انت بقى تقعد تاكل معاهم وانت اصلا على الفطار واكل كحك وبسكوت وخارب الدنيا على الفطار، كده انت بوظت اليوم كله. في الاول عايز اعرفك السعرات الحراريه اللي موجوده في حلويات العيد. الكحكه الواحده فيها من حوالي 200 ل 250 سعر حراري، والبسكويت فيه من 80 ل 100 سعر حراري، والبيتي فور بيوصل من 150 ل 180 سعر حراري. بسم الله الرحمن الرحيم، كده انت الصبح كلت لك 3 4 كحكات مع 2 بسكوت مع 2 بيتي فور، دخلت لك في 1000 سعر حراري، كده انت بوظت الدنيا. طب الحل ايه يا كابتن؟ ما تعقدهاش علينا، ما تاكلش بعشوائيه، سهله اهي. حدد لنفسك كميه معينه واستمتع بيها، وافضل وقت تاكل فيه الحلويات دي بعد الوجبه الاساسيه عشان الجسم يكون شبعان ومستوى السكر طبيعي في الدم. فما تبقاش جعان تاكل الحلويات دي على جوع فتاكل كتير جدا من غير ما تحس. ولو عايز تقلل السكر والسعرات جرب الكحك الدايت، او اعمل نسخه صحيه في البيت بمكونات اخف. بس انا ما بفضلش الاختراعات في الكحك والبسكوت، كل زي ما الناس بتاكل عادي وما تعقدهاش على نفسك، بس التزم بالارشادات اللي انا قلت لك عليها. وكمان لو حبيت تاكل حاجه حلوه ممكن تستبدلها بالفواكه او الزبادي بالعسل او المكسرات، ولو اكلت بالراحه ومضغت كويس هتحس بالشبع بسرعه وهتحتاج كميه اقل. كمان جرب تشرب كوبايه ميه قبل ما تاكل، هتحس بالامتلاء وهتقلل الكميه اللي انت بتاكلها. اخر نصيحه عايز اقول لك عليها ان العيد ده ما بيجيش كل يوم، خلاص الكلام، العيد فرحه والاكل جزء من الفرحه، ومعروف عندنا في مصر والشرق الاوسط ان احنا بنحب الاكل في اي مناسبه، لكن لو لعبتها صح هتاكل وتستمتع من غير ما تبوظ مجهودك. كل باعتدال واختار بحكمه وخلي عندك توازن. وعشان ما اطولش عليكم وتلحق تاكل الكحك، كل سنه وانتم طيبين. ما تنساش تعمل لايك واعمل شير عشان صحابك يعرفوا ان هم ممكن ياكلوا كحك وبسكوت عادي في الدايت. ولو بوظت الدنيا سيبك من كل ده وتعالى اعمل لك نظام غذائي. انا محمد يوسف، اخصائي تغذيه علاجيه ومدرب شخصي معتمد ولياقه بدنيه. واخيرا اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وكل سنه وانتم طيبين. سلام.